السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة؟ امي ادتني 200 جنيه انزل اجيب لها حاجات، فطبعا ايه انا ناصح ويبقى ايه وبوفر لامي. فالمهم اي حاجة بلاقيها غالية بروح على اللي جنبيه عشان اشوف ارخص ولا لا. بس لو لقيتها زي اللي رحت عنده اول مرة بروح له تاني، لان انا مش بحب خلاص طالما رحت له مرة يبقى اروح له تاني، طالما رحت لواحد تاني ولقيت نفسي. فالمهم جبت الازازتين دول من عند العطار ب66 جنيه، وجبت دي شايفين البرطمان ده جبته اللي هو الرشيدي جبته ب40 جنيه. ورحت عند الصبان لقيت ايه كان فيه اللي هم كبار قوي، ما كانش عليهم عرض، كانوا غاليين. فانا جبت اللي هم الوسط، هم المفروض ب56، ده كان عامل خصم 6 جنيه، واداهم لي ب50. ورحت عند بتاع الخضار جبت البتنجانات دول ب5 جنيه، بس كان في واحد في محل بيقول لي دول ب7 جنيه، فانا جبت من اللي بيلف في الشارع. ودول برضو جبتهم من عند العطار ب20 جنيه الكيلو، بقى ب18 المكرونه. والليمون ده مش هتصدقوا، الليمون رخص بقى ب10 جنيه. وفي الاستفند اهو ب10 جنيه، الاستفند طلع، انا مش مصدق انا. فانا جبت استفند من اللي وفرته، انا جبت الاستفند ده من اللي وفرته من الفلوس، يعني ال6 جنيه ومن هنا ومن هنا. والطماطم دي كان في واحد بيقول ان دول الكيلو ب6، فرحت جايبه ب5 جنيه. الحاجات رخيصة. والبصل اهو، وواحد كان بيلف في الشارع بيقول ان هو ب10، بس انا جبته ب7 جنيه. وبص انا ناصح لازم اروح عند اللي جنبيه. ومش هتصدقوا الحاجات دي بكام؟ ب200 جنيه الا 20 جنيه، ب200 جنيه الا 20. وفرت لامي 20 جنيه عشان بس كنت بروح اللي جنبه وبلاقيها ارخص. احنا لو حسبنا مع بعض كده 6 و2 جنيه وجنيه وكده، يعني هنلاقي ان انا وفرت 20 جنيه. بس ايه رأيكم؟ انا امي بتدي الفلوس لازم اوفر لها. سلام.